روح لتلميذ تاني منهم واللي اسمه وانج. وكان هو كمان بيدور على جانج، بس في طريقه بيدوس على ختم سحري، وفجأة بتظهر من العدم نسخة سحرية منه. هنا النسخة بتهاجمه بنفس مهارته وتقنياته، بس الواد بيقدر يخلص عليها وبيكون سايبها وماشي، ولكن النسخة بتقدر تقوم وبتهجم عليه غدر وبتكون خلاص هتضربه. بس فجأة بتختفي من المكان، وجيانج بيظهر بيقول له هو انت بتعمل ايه هنا يا لا؟ فبيرد بانه جه عشان يبلغه بفوزه بالمركز الاول في مسابقة الطائفة. بيقول له ما انا عارف يا اهبل، مش انا اللي معلمك. بعد كده بقى بيخليه يشرب السم بتاع الحشرة اللي مسكها في تل الضباب، وبيفهموا ان هو مشروب جديد وده علشان يرضى يشربه. بعدها بياخده للبيت وبيشرب الترياق، وبيكون عمل كده عشان يعود جسمه على السموم. بيقول له لانك فزت بافضل تلميذ جديد في الطائفه، فانت هتكون محط انظار باقي التلاميذ اللي ممكن حد فيهم يحاول يقتلك في اي وقت. جانج بيكمل كلامه وبيقول له ايه رايك في الاربعه الباقيين؟ فبيرد بان في شخص منهم مثير للاهتمام وممكن يوازيه في القوه، وساعتها بيطلب من جانج انه يدربه مع الوحوش زي ما كان وعده. فجانج بيقول له افتكر ان انت اللي طلبته. نروح بقى للمرتزقه اللي كلفتهم منظمه الشور يدوروا على جانج والبنات. بيجي لهم واحد كده وبيقول لهم ان السته اللي بيدوروا عليهم المنظمه بيتجولوا دلوقتي في المدينه، وبنعرف ساعتها ان دول اميره المعبد وحارسها وباقي الحراس واللي بيكونوا موجودين في محل كده وبيستريحوا. بس تشانج بيكون مراقبهم وبيقول المساعد بتاعه ان هم يعملوا مشكله مع صاحب المحل، وبالفعل بيروحوا يعملوا مشكله مع العجوز الغلبان وبيكسروا المحل بتاعه. وساعتها لين بيتعصب وبيقول في نفسه هو كان هيتصرف ازاي في الموقف ده، وده لانه مش عايز يعمل مشاكل وهو بصحبه الاميره. هنا الاميره بقى بتقرر انها تبدا القتال وبتهجم على المرتزقه وبتضربهم واحد ورا التاني، ولكن الضخم ده بيهجم عليها فلما بيصد وبيقرر يقتلهم. هنا بقى المرتزقه بيهاجم لين، ولكن فجاه الواد بيديله ضربه في قفصه الصدري بيطير العصافير اللي فيه، بيكملوا قتال وسط السوق. وساعتها المرتزقه كان هيطير دماغ لين بالسيف بتاعه، ولكن بوم بيدخل المحارب ده وبيكسر له السيف وبينقذ لين. بعدها لين بيشكره وبيتعرف عليه، وهنا تشانج بيعرف انه مش هيقدر عليهم بسهوله. نرجع بقى الجانج اللي كان راجع للبيت، ولكنه بيلاقي البنت دي مستنياه وبتقول له انا سبت لك حاجه كده في البرميل، وبيتضح ان اسم البنت دي هو شين هان. هنا جانج بيفتح البرميل وبياخد البتاعه دي وبيشكر لها، وطبعا الهبله بتفرح. المهم تاني يوم بنشوف جانج قاعد مع وانج وبيقول انه هيدربه النهارده مع الوحوش، بس هدفه الاساسي هي الزهره الرعديه، ودي زهره الوحوش بتنجذب ليها. وبكده عمنا جانج قدر يضرب عصفورين بحجر واحد، واللي هو انه يدرب وانج وكمان يقدر يجيب الزهره. المهم بيتجهوا للغابه وبيحس ان في حد بيراقبهم بنيه القتل، وفعلا كان في عصابه مرتزقه جايين عشان الزهره الرعديه وناويين يخلصوا على وانج. بس طبعا على مين؟ جانج بيخلص على واحد منهم بسرعه الضوء، وهنا التاني لسه هينصدم، كان وانج مخلص عليه. ساعتها بيجي صاحبهم التالت وانج بيقتله وبيقول له ان وجودهم هنا غريب، ولكن وقتها بتيجي البنت دي وانج بيرفع عليها السيف، بس البنت بتقول انها كرويه وتاهت في الغابه، وبنلاحظ انها بتحاول تسحر وانج سحرها، وهنا بترفع السكينه عشان تقتله، بس كان جانج باعتها للبرزه. وساعتها بقى بيظهر الاخير وجانج بيخلص عليه عشان الدسته تكمل. بعد كده بيروحوا الوحشين دول وهم بيتعاركوا، وساعتها بيجي اتنين وبيضرب الاتنين مع بعض، ولسه بيكونوا هيهجموا على التنين، بيلاقوه فشخ وبيبص لهم بصله كده بيخلي الوحوش تنصدم في مكانها. ده كده بقى مفيش حاجه اسمها وحش تحت ايد جانج. تحت ايد جانج بيقول لهم ان تلميذه وانج عايز يتدرب معاهم، واللي مش هيوافق هسمي واذبحه. وبصراحه يا صديقي هو قال لهم كده فعلا ان الوحشين بيهجموا على وانج، ولكنه بيتفاداه وبيتوه الاول وبيقطع دراع التاني، ولسه الواد هيتفشخر بقوته قدام جانج كان الوحش اللي قطع دراعه ورزعه في الشجره. بعد كده الوحش بيجدد دراعه وبيجي الوحش التاني هو كمان، وانج بياخد حبوب الطاقه وبيستله سيفه، بس فجاه بيلاقي التنين هياكل دماغه، ولكن جانج بيمسكه من رقبته. وبصراحه انا مصدوم من السهوله دي. التنين بعد كده بيرجع لورا وبيستعد للهجوم، وساعتها بيقول للوانج ايه رايك تقتل التنين ده بدل الوحشين دول؟ بس وانج بيقول له كفايه عليه الديناصورين دول دلوقتي. المهم التنين بيهجم على جانج، ولكن جانج بيضربه كف بيبعده. هنا التنين مش بيستسلم وبيجي يهجم عليه، بس جانج بيقول له سلم عليا، فالتنين بيتفاجئ وبيسلم عليه فعلا. هو ايه السهوله دي يا عم؟ ساعتها جانج بيبص لوانج والوحوش اللي معرفش فاهمينه ازاي بيقول لهم كملوا تدريب معاه، وبالفعل الوحوش بيهجموا على وانج ولكنه بيتفاداه بسهوله. وهنا وحش منهم بيضربه بالنار، ولكن الواد بيتفاداه وبتيجي في الوحش التاني بتعمله ديناصور مشوي. المهم بعدها وانج بيهزم التاني وجانج بيديهم حبوب الطاقه وبيقول لهم الحبوب دي مصنوعه من سم قوي جدا ملوش علاج. هنا التنين بيحاول يخرج الحبايه من بقه، بس جانج بيقول له خلاص يا عم هي زمان اندمجت مع جسمك اصلا، واللي مش هيجي ياخد الترياق من وانج كل شهرين هيموت. وبكده جانج ضمن طاعتهم له وانهم مش هيمشوا من الغابه. المهم بعد كده بياخدهم وبيروحوا يجيبوا الزهره الرعديه من اعماق الغابه، ولكنه بيلاقي ان في حد بيحاول يسرقها من بعيد. على طول بيروح ياخدها وبيقول للوحوش اللي وراه حاجه يروح يعملها، وبقول لكم ما تنسوش الترياق بتاع كل شهرين. لا خنزير خنزير يا عم جانج، مفيش كلام بعد كده. المهم بعدها بنشوف جانج قاعد مع احد كبار الطائفه اللي بيثني على مجهوده في اتمام المهمات، وبيقول له انت قدامك مستقبل مشرق. ولكن وقتها بيطب عليهم دانزو وبيقول لجانج انا عايزك في حاجه مهمه. وفي نفس الوقت ده كانت تعزف على الاله الموسيقيه دي والتلاميذ كلهم بيقلبوا خنازير. اما بقى فكان متعصب وهيكسر الاله بتاعته عشان تعزف احسن منه.
ساعتها بيقوم الواد البارد ده وبيكون عايز يتعجب بيه وهو اصلا متخلف، وفعلا مش بتديله اي اهتمام لانها معجبه بجانج. نروح بقى لجانج اللي بيكون قاعد مع المعلمه جي، بيقول لها انه شمم ريحه غريبه اول مره يشمها، فبتقول له انه يقدر يوصل لمصدرها ولا لا. وبالفعل جانج بياخدها لعمق الحديقه وبيقرب من مصدر الريحه، فبتقول له حاسه الشم عندك قويه لان الريحه دي جايه من عند زعيمه الطائفه الحاليه. وهنا بتظهر زعيمه الطائفه وبتمسك بسحرها، بتقول لها ان ده احد افضل التلاميذ بجانب بيران. بعدها زعيمه الطائفه بتاخد جانج لمشتل النباتات بتاعتها وبتوري له احد الزهور النادره عندها واللي بيكون هيموت ويحصل عليها. بتقول له انا موافقه اديها لك بس بشرط انك تيجي من الوقت للتاني تاخد بالك من المشتل ده. نروح بقى الخمس بنات اللي كان بيضربهم جانج وبنلاقيهم بيدوروا عليه، ما اعرفش ليه، بس بيقابلهم في السك الخنازير بتوعنا ولكن بتعلمهم الادب. تاني يوم بقى كان في تدريب جماعي للتلاميذ وفي نفس الوقت كان بيعتني بنباتات الزعيمه. بتيجي ساعتها وبتقول له انها هتديله مهمه كمان، فجانج بيديها التناشؤ وبيسيبها وبيمشي. هنا الزعيمه بتنادي عليه والواد حرفيا مش معبرها بس بتتعصب والكل بيسمع صوتها طبعا بيرجع لها زي الكلب. طب ما اكمل الاول يا ابني، ليه تعب القلب ده؟ المهم الزعيمه بتخرج له الجوهره دي وبتقول له هديها لك في مقابل انك تسمعني، والواد فعلا بيوافق على طول. نروح بقى للتنين بيديله. التنين بيديله العلقه تمام لانه عارف ان الترياق هو دمونج. المهم بعد كده جانك بيلاقيه متدش من على الاخر وبيقول له ما تخافش التنين هيضربك ولكنه مش هيقتلك علشان الدم بتاعك هو وسبيل الحياه بالنسبه له. هنا بياخدوا وبيروحوا هما الاثنين لمكان مليء بالاختام والادوات السحريه. ساعتها جانك بيطلع تميمه كده وبيبدا يعمل بيها عمليه الصقل وبيرمي في الدوامه باقي الموارد السحريه اللي جمعها. هنا بيظهر دائره سحريه وبيقول لوانج انه يبدا اختراقه للمستوى الاعلى، وفعلا وانج بيبدا الاختراق وجيانج بيقفل عليه باب الغرفه وبيمشي. بعد كده بنشوف وهو بيتمشى في الطائفه وساعتها بيخبط في دانزو اللي بيقول له ما تفتح يا عم وتعالى ورايا عشان عايزك. المهم بتشوف دانزو وهو بيوبخ فيه وبيقول له انه ما بيجيش الطائفه غير فين وفين، وكمان ما بيحضرش الدروس، فبيقول له ان المسؤول عنه دلوقتي بقت الزعيمه بنفسها. وساعتها دانزو بيتشالب وبيقول له يا عم ده انا بهزر معاك، هو انت خدت الكلام بجد؟ انت تقدر تعمل اللي انت عايزه من غير اي كلام؟ المهم بيساله هو بيعمل ايه عند الزعيمه اصلا، فالواد بيقول له ان هو بيعتني بس بالمشتل بتاعها. وساعتها دينزو بيقول له انا اعرف حاجات كتير عن النباتات وعندي خبره وممكن اساعدك، ولسه هيبص وراه بيلاقي جنك فص ملح، وده بحرفيه بنشوفه خارج من الطائفه ولكنه بيحس بحد جاي عليه بسرعه يضربه في العمود، ولكن بيتضح وقتها ان ده احد المعلمين في الطائفه. وبصراحه انت وعيتك مهببه ب60 نيله يا عم جنك. في الوقت ده بقى كان في شاب جاي من بره الطائفه وبيقول لباقي التلاميذ انا ببيع اي حاجه وكل حاجه بنص الثمن، وطبعا التلاميذ كلهم بيتهدفوا عليه عشان يشتروا منه، ومن الاخر كده هو بيعمل عليهم مصلحه. المهم بعدها بنشوف جانكي بيتجول في الغابه وبنشوف نفس الواد واللي اسمه شايو بيدور عليه ولكنه بيقف في فخ كده والعناكب بتتلم عليه حرفيا، بس الجانكي بيجي وبيبعدهم بصوت الناي بتاعه وبيقول للشيوع مش انا قلت لك يا ابني قبل كده لما تيجي هنا يكون معك ناي. بعدها بيقعدوا مع بعض وجيانج بيديله كتاب التقنيات اللي جابه من تل الضباغ، بيقول له هتاخده في مقابل انك تدير الدنيا هنا وانا مش موجود، وطبعا الهبل بيوافق. بعدها شيو بيقول له صحيح انا لقيت لك بيت مناسب لاحتياجاتك اللي انت طلبتها، وفعلا جنك بياخده وبيتجه ناحيه البيت، ولكن وفي اثناء الطريق شيو بيتعب وبيقول له انت ما بتتعبش يا عم انت ولا ايه؟ وقتها جنك بيرجع له وبيديله واحده من حبوب الطاقه بتاعته، وحرفيا الواد بيرجع حصان 2000 سي سي. المهم بيوصلوا للبيت فعلا وصاحب البيت بيقول لهم اتفضلوا، بياخدهم جوله في البيت وجيانج بيوافق عليه. وساعتها شايو بيحاول ينصب على الراجل في السعر، بس الراجل بيقول له هو انت شايفني مجنون يا عم انت ولا ايه؟ انا خلاص جديت منك يا اخي. ولكن في الاخر جنك بيلحق الموضوع وبيديله سكين سحر كعربون، وحرفيا السكين ده قوته جباره جدا لدرجه انه يقدر يسمي الجبل ده لنصين. هنا الراجل بيلف الناحيه التانيه وبيسكر قوته بالسيف وهو بيهجم على شيء عشان يقتله، ولكن جنك يصدده باستماته. هنا الراجل بيرجع لورا وبيهجم على جنك من تاني، ولكن جنك بياخده غسيل ومكوات لحد ما بيظهر الدرع اللي بيحميه. وقتها الراجل بيضرب هجوم سحري ولكن الواد يتفاداها بكل سهوله. ساعتها الراجل بيخلع الجاكيت وبيظهر الدرع بالكامل. هنا شيو بيقول ده واحد من اقوى الدروع في البلاد، ازاي الشخص ده حصل عليه؟ بس جنك بيبان عليه ملامح الغضب وبيقول لي يبعد عنهم. هنا الراجل بيهجم على جنك بالسكين اللي معاه، ولكن جنك بيمتص الهجوم ويستغله وتصالحه وهو بيضرب بيه الراجل، بس الراجل مش بيتاثر اطلاقا وجيانج بيجي يضربه ولكنه بيلاقي حاجه سحري بيحميه، بيهاجم تاني وتالت ومش بيقدر يخترق الدرع ده، ولكن ساعتها بيمسك دراع الراجل وبيخرج منه شعاع سحري بيدمر بيه المكان، وهنا بيلف ايه يخليه يضرب نفسه بنفسه. المهم بيقف وبيقول له ايه الخدعه التانيه اللي عندك؟ انت بتجيب الناس يا عم على انهم يشتروا البيت وبتقوم مخلص عليهم زي دول كده صح؟ وهنا بيتفاجئ لما بيلاقي هيكل عظمي ظهرت من تحت الارض وبيعرف وقتها انه اتغفل تغفلة السنين. اما بقى الراجل بينصدم من قوة جانجو وملاحظته للهيكل اللي تحت الارض. ساعتها الراجل بيهاجم على جنك بكل قوته، ولكن الواد بيطير السيف من ايده وبيديله بوكس بيشمل معدته. اخيرا بقى يا اخي ده انت شلتنا. ساعتها بيقول للشيوعي شوف حد ادفن الجثث دي، وبعدها بيصلحوا البيت اللي اتدمر. المهم نرجع لوانج اللي بيقدر يخترق للمستوى اللي بعده،
بيخرج من الغرفة وهو مفعم بالحيوية، وبنلاحظ ساعتها إن قوته زادت. وهنا بقى بنشوف جانج واقف كده ولسه هيشكره. بنلاقي إن جانج بيهجم عليه بسرعة، وده علشان يشوف مقدار تطور الوادي. وبالفعل ساعتها كان قادر إنه يجاري كل هجمات جانج ويصدها، بس جانج بيداش منه ولسه بيكون هيديه القضية. كان وانج قادر بالتصدي. بعدها بقى بنشوف جانج بيتجول في الغابة، ولكن ساعتها بيسمع صوت واحدة بتقول له إنها محتاجة مساعدته في إحدى الأختام. وبالفعل جانج مش بيتأخر وبيساعدها. وفي المقابل البنت بتديله حجر كده وبتقول له ده حجر القمر، حجر دفاعي طارد لجميع أنواع السموم. وطبعا جانج العبيط بيفرح بيه. المهم بعد كده بنشوف مع زعيمة الطائفة اللي بتطلب منه كام مهمة، وفي المقابل بتديه سلاح دفاعي نادر جدا، وجيانج بيكون منتشع على الآخر. وبعدها بنشوفه في البيت وهو بيحسب الحاجات اللي جمعها، ولكن ساعتها بيطب عليه فبيخبي الحاجة بسرعة. المهم بيقعدوا مع بعض شوية، وهنا جانج بيحدف في بقه حباية كده، وساعتها وانج بيقع على الأرض وبيتألم وبيحس إنه خلاص هيموت. ولكن جانج بيقول له يا عم أنا مش هقتلك، الحباية دي هتخليك أقوى من الأول بكتير، بس مفعولها قوي حبتين تلاتة. وبالفعل وانج بيقوم وبيسكر الحباية في جسمه، وساعتها بيحس إنه بقى خف من الأول بكتير. هنا وانج بيشكر جانج على كل اللي بيعمله معاه، ولكن جانج بيرمي له حبايتين تانيين وبيقول له دول معمولين من الزهرة الرعدية وهيفيدوك في صقل قوتك، ولكن انت لو اعطيتهم لحد غيرك ممكن جسمه ينهار ويموت في لحظة. بعدها جانج بياخده وبيتجه لمنتصف الغابة وبيديله سيف كده وبيقول له جربه. ساعتها وانج بيجربه وبيكون السيف قوي بالنسبة له، ولكن هنا جانج بياخده وبيقول له بص يا معلم، وهوبا بيلف السيف وبيدمر كل التضاريس اللي حواليهم. وبيتضح ان جانج استخدم زهرة الرعد في صقل السيف، وده زود من قوته بصورة مش طبيعية. هنا وانج بيلح على جانج انه يديله السيف، ولكن جانج بيضربه وبيقول له ده انت بتحلم يا لاد. بس مع كتر الالحاح من جانج بتستسلم وبيديله بيقول له لو انت داكر بوز السيف ده ساعتها بقى ما تلومش الا نفسك. المهم تاني يوم بيجي جميع تلاميذ الطائفة، وده علشان الزعيم الأصلي للطائفة رجع من رحلته بيقول لهم إن أول مرة من يوم ما نشأت الطائفة دي في طالب يقدر يخترق لعالم الأسياد. ومن اللحظة دي طالب وانج هو المسؤول عن جميع التلاميذ من بعدي ومن بعد المعلمين. وساعتها وانج بيقوم يشكر الزعيم على المنصب ده، وبكل ثقة بيقول إنه هيكون قد التوقعات. بعد كده بيلقي الزعيم كلمته الأخيرة وبيثني على جميع التلاميذ واللي بينهم جانج، وبيقول إن ما ينفعش عشيرة القمر تكون أفضل منهم، ودي عشيرة سمعتها سابقة يا صديقي. المهم بعد كده بيركب وباقي التلاميذ العربات وبيتجهوا الطائفة التل الأخضر، وده لأن في مسابقات بتتعمل كل كام سنة علشان تحدد ترتيب الطوائف. المهم وفي نفس الوقت ده بيكون شخص ملثم وغريب شافهم متجهين للتل الأخضر، وهنا بيضحك ضحكة غريبة وشكله كده مش ناوي على خير. المهم بيوصلوا فعلا للطائفة، بس الشخص اللي بيحرس الجسر يستفزهم، ولكن أول ما بيشوف زعيم الطائفة معاهم بيدخلهم على طول. بعد كده بنشوف جيجان قاعد بيعلم الشاب ده لعبة الشطرنج وبيقول له اتدرب عليها كتير عشان تكون محترف. بعدها بنشوفه بيتمشى في المدينة، وساعتها بيلاقي تلاميذ الطائفة بتاعته بيتخانقوا مع تلاميذ طائفة تانية، بس جانج مش بيهتم وبيروح يتجول في السوق، ولكن البنت دي بتلحقه فالواد بيهرب منها وبيروح يقعد في المكان ده. ولكن البنت المستفزة دي مش بتسيبه وبتيجي وراه وكمان بتجيب له أكل، بس مش بيهتم أصلا وبيسيبها وبيمشي. لا كارف يلا بيروح بعدها للغابة ويلاقي الثلاث بنات اللي كان بيضربهم قبل كده بيراقبوه، بس على مين؟ جانج بيكشفهم وبيقول لهم اتدربوا أكتر من كده. المهم نرجع لوانج اللي بيجي له 2 تلاميذ، واحد منهم بيقول له حصل اشتباك ما بين 5 تلاميذ من طائفته مع مجموعة من الطائفة التانية، فساعتها وانج بيقول لهم أنا هروح أبلغ الزعيم. وهنا الولدين بيتفاجئوه، بس وقتها وانج بيسمع صوت جانج في دماغه وهو بيقول له روح خلص الدنيا من غير ما تزهق الزعيم. وفعلا مش بيكذب وبيروح مع العيال، بيروحوا فعلا وبينزلوا الواد ده وبيقول لهم انتوا عايزين ايه؟ بيقول له انا جاي اخد الجماعه اللي عندكم وامشي من غير مشاكل، ولكن الواد التاني بيهجم عليه من غير تفاهم. هنا الواد بيقف وبيقول له انت مش ندلي من الاساس، بس وانج بيقول له انت بتقول ايه بس يا عم؟ وفجاه الواد هدومه بتتقطع وبيظهر 5 علامات لرمح على قلبه، فبيعرف ان اقوى منه بكتير. وفعلا وانج بيقول له انا لو كنت عايز اقتلك كنت عملتها في ثانيه، بس احنا ما جيناش عشان نعمل مشاكل من الاول. هنا الواد بيعتذر له وبيقول له الغلط من عندي، ولكن وقتها بيجي زعيم طائفته واللي اسمه جوان بيقول له لو كنت عايز تتقاتل فما فيش اي مانع. بس ساعتها وانج بيسمع جانج بيقول له ما تعبش مع الراجل ده وخد بعضك وامشي حالا علشان انت مش ندلي يا وانج. وبالفعل وانج بيمشي وبيروح يبلغ زعيم الطائفه اللي اسمه تشينج وبيعرفوا كل اللي حصل، وساعتها الزعيم بيتعصب ويقول هم عايزينها حرب دول ولا ايه؟ وبالفعل بياخدهم وبيروح لزعيم الطائفه الثانيه جوان اللي بيكون بيكلمه بكل تكبر وازدرات، فساعتها الزعيم بيتعصب وبيهجم عليه والدنيا بتولع يا معلم. هنا الزعيم جوان بيرد الهجوم، ولكن الزعيم بيضرب ضربه بتزلزل المكان، وجيانج قاعد في المبنى الثاني بيتفرج عليهم وهو منتشع على الاخر. ساعتها بيظهر زعيم طائفه ثانيه وبيجي يهجم على وانج، ولكن الزعيم بيمسك ايده بس، وقبل ما حد يتحرك
كان زعيم الطائفة الأكبر جيب نفسه للمكان بيهدد الدنيا ما بينهم وبيقول لهم أنا لسه جايب عصير طازة، تعالوا نجربه سوا. وبيتضح ساعتها إن الزعيم والزعيم اللي هاجم وانج يبقوا أخوات من الأساس، ولكن علاقتهم بتكون أصلا متكهربة ب7000 فولت. المهم بعد كده بنشوف جانج قاعد بيصطاد وبيروح وانج وبيسأله هو ازاي عارف بموضوع جوان والمشكلة اللي حصلت، فبيقول له إن العلاقة ما بين الطوائف مش أحسن حاجة، وعلشان كده كان وارد يحصل أي مشكلة وتبدأ من التلاميذ، وساعتها الزعماء هيتدخلوا وهيحصل مشاكل ما بين الطوائف. فالزعيم جوان لما جالك ساعتها ما كانش جاي يتكلم، بل بالعكس كان ناوي على الشر من البداية. هنا وانج بيقول له أنا فخور لأني صديق لك يا جانج، وبيقول له كمان إن الزعيم قال له بكرة هيكون يوم الافتتاح، وده افتتاح مسابقات ما بين تلاميذ الطوائف اللي بيتعمل كل كام سنة علشان يعرفوا مين الطائفة الأقوى. ساعتها وانج بيطلع هدية كده لجانج، وأول أما جانج بيشوفها بيتفاجئ وبيقول زهرة اللوتس الثلجية، وبنعرف وقتها إنه كان بيدور عليها لأنه محتاجها في التركيبات اللي بيعملها زي حبوب الطاقة كده. هنا وانج بيخرج معاه